السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة. وقبل ما نروحوا لأخبار شبكة القبائل، فريق شباب الوزداد يتعاقد رسميا مع المدرب يونغ أفريكانز راموفيتش، وهكذا سيكون المدرب الألماني جديد فريق شباب بالوزداد. وفي أخبار وتطورات جديدة بالنسبة لفريق شبيبة القبائل، فيه يعني جديد اللاعب إيفان إيغناتشيف راح يكون جديد فريق شبيبة القبائل، وبعد إلحاح المدرب زيمباور جوزيف على هذا اللاعب كونه يعني يدربه في فريق لوكوموتيف موسكو اللاعب الروسي. راح نعطيكم بطاقة فنية لهذا اللاعب. ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. إيفان إيغناتشيف ينشط في فريق اف سي ويرارتو الروماني، ومن مواليد 6 جونفي 1999، يبلغ من العمر 26 سنة، وهو من جنسية روسية، يبلغ طوله 1.80 وهو مهاجم وقلب الهجوم. وأبرز الفرق اللي لعب معها هو روبان كازان الروسي، وأيضا لوكوموتيف موسكو أيضا في البطولة الروسية، وآخر موسم كان في البطولة الرومانية مع اف سي اورارتو. عنده إحصائيات يعني لبس بها، يعني في خلال 16 مقابلة سجل 13 وأعطى يعني 3 يعني تمريرات حاسمة. لاعب أظن أنه راح يكون عنده شأن كبير في فريق شبيبة القبائل وراح يبرز دون شك. وفي أخبار أخرى لفريق شبيبة القبائل، يعني فيه يعني ريزيلياسيون دو كونترا بور الوناس أجاوود وكانوتي اللاعب المالي لفسخ العقد مع فريق شبيبة القبائل. في الأخير ما تنسوش ابوني في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا.